السلام عليكم. نرحبوا بكم برنامج تعلم من بلدك، برنامج اللي يعاون اولادنا ويفيدهم عنهم يستفادوا اكثر ويتعلموا. خليكم معنا. أهلا وسهلا بكم. اليوم الحصة السادسة في نفس المستوى السنة الثانية متوسط وفي نفس المحور العمليات على الأعداد العشرية والأعداد الطبيعية اللي هي د وآ. اليوم عندنا الدرس بتاع الأقواس وحاصل القسمة. أحيانا تواجهكم بعض ذا النوع من العمليات، يقول لك تساوي، والله أحسب التي 2 زائد 2 خط كسر 1 زائد 1. بالنسبة لخط الكسر ياسمكم ما يعرف خط الكسر عبارة عن قسمة، هذه ذات عبارة عن قسمة، عبارة عن عملية قسم. كيفتاش ليه تنجزوا نتوما هذه العملية؟ ليه نديروا البسط. هذا ينقالوا البسط. الناس اللي ما تعرف الكسور ترجع شهر السنة الأولى في الحصة اللي شرحت فيها شرح مبسط عن الكسور شنو معناها. 2 زائد 2 نديروا قوس 2 زائد 2. قلنا خط الكسر عبارة عن ايش؟ عبارة عن عملية القسم. نفهم ندير قوس وندير المقام 1 زائد 1 خلاص وننجز العملية. ضرب عندي 2 زائد 2 قسمة 1 زائد 1. هون الأولوية لشكون؟ ياسمكم يقول القسمة القسمة أيمتى؟ إذا كان ما عندي أقواس. يقال هون عندي الأقواس، معنى عن الأولوية للأقواس. نبدأ أول شيء ب 2 زائد 2 كم؟ 4 تقسيم قوس 1 زائد 1. اللي ما مسينا قلنا نخلوه. ذلك عندي 4 تقسيم 1 زائد 1. إذا كان ما عندي قوس نسبق القسمة. قال بما أن عندي الأقواس نسبق الأقواس. ذلك تساوي اللي ما مسينا نخلو 4 تقسيم 1 زائد 1 كم؟ 2. ذلك اللي مقاس عندي لا عملية، ذلك اللي مقاس عندي لا عملية حدني نعدل العملية. معنى عن كم تساوي 4 تقسيم 2 كم؟ النتيجة 2. معنى عن منين يجيني ذا النوع من الكسور؟ ايش نعدل؟ البسط نديره في قوس، خط الكسر نبدله بالقسمة، والمقام نديره قوس. الأقواس اللي تعود عندي عملية الزائد والقسمة والزائد. إذا كان ما عندي قوس حق نسبق القسمة. قال بما أن عندي الأقواس هما اللي هم الأولوية، وندير الخطوات. معنى نتيجة هذا الكسر شنو؟ نتيجته هو العدد 2. قلنا هذا فيما يخص الأقواس وحاصل القسمة. هذا الدرس ما قبل الأخير في محور على العمليات في الأعداد العشرية والأعداد الطبيعية. ننتقل بإذن الله شهر الدرس الأخير من محور العمليات على الأعداد العشرية والأعداد الطبيعية.